عارفاني يا اختي عشرية واحب اسأل عن جيراني، طبعا اطمن على اخبارهم اول باول. غلطانة بقى يا اختي؟ غلطانة يا ابو سيد؟ لا يا بمبة، ما انتش غلطانة، ده الواجب وده الاصول. امال الولية اللي تنقرص في ان عينها اللي اسمها عنايات دي ملوية ومقموصة مني ليه بقى؟ اللي بتسألي عنها يا بمبة؟ ايوه يا ابو سيد. بالعكس يا بمبة، احنا لازم نسأل عن جيراننا ونطمن عليهم. لكن مش بقولك ما يتمرش فيهم ابدا. قال لي يا اخويا الولية تقعد تزعق لي وتهلل في وسط الحتة وتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. غريبة، معقولة دي يا بمبة؟ وحياتك ده حصل يا ابو سيد. لا بقى الحكاية لازم فيها لازم فيها احكي لي حصل ايه بالتفصيل. هحكي لك يا ابو سيد. ايوه احكي لي. من قيمة يومين قابلت البت حلويات اللي بتشتغل عند الست عنايات، رحت نادها عليها: ازيك يا بنتي يا حلويات؟ الله يسلمك يا خالتي بمبة. والنبي انت ما تعرفي مقامك عندي قد ايه، وقلبي بينشرح لما بشوفك كمان زي ما تكوني كده بنتي. قولي لي يا حلويات، انت رايحه فين يا اختي؟ نازله السوق يا خالتي بمبة. حلوه قوي، نازله تشتري الخضار لاستعنايات مش كده يا حلويات؟ ايوه يا خالتي بمبة. هتطبخوا ايه بقى النهارده؟ بطاطس يا خالتي بمبة. وهتشتري بطاطس